صباح الخير صبايا. من أزكى الروايح بالنسبة إلي على وجه الأرض ريحة الدنيا لما شتي أول مرة وأشم ريحة الأرض، والريحة الثانية هي ريحة الخبز السخن الموجودة بالصبح بالبيت. يلا خلينا نسوي خبز قالب حوراني. 3 معالق كبار سمسم، معلقتين شومر، معلقتين قزحة، 50 جرام من الخميرة الفورية، ملعقة ملح، حوالي 4 معالق من السكر، لتر أو كيلو من الدقيق، وحوالي 4 معالق كبار من زيت الزيتون، ونص لتر حليب دافي. عجناهن عجن خفيف، ما فيش داعي ندعك كثير، بس نلم العجين على بعضه. خلصنا العجن منغلفن بزيت الزيتون، منغلفن بالبلاستيك، منخمرهن، نستنى حتى يخمروا. اختمروا معانا حوالي نص ساعة. منرش سطح العمل بالدقيق، ومنقطع عجينتنا لحوالي 8 رغفة. كل كيلو دقيق بتساوي حوالي 8 قطع من العجين. بهاي الأثناء احنا بنكون مشغلين الفرن على أعلى درجة حرارة، ودائما بدك ينجح معاكي المعجنات، أي نوع معجنات، بيتزا، فطاير، أي شيء، حلويات، لازم نحمي الفرن قبل ربع ساعة. رشيت القالب بزيت الزيتون، وأول رغيف بلشنا على بركة الله بنفرده بكل سهولة، وبنحصل على هذا الشكل الحلو. بنحطه على الصينية، وكل صينية بنحط فيها 4 رغفة. بندخل أول صينية الفرن، وهون حبيت أقطع رغيف خبز ل4 قطع صغار وأحشيهن بالعجوة أو التمر، مش شكل قوالب صغيرة أو عجينات صغار، قطع صغيرة بهذا الشكل للأولاد بيحبوهن بالبيت. صارت معنا صينية كاملة، منفوت الفرن ومنطلع الصينية الثانية، ومباشرة ندهنها بزيت الزيتون. ندهن السطح وقفا خبز القالب بزيت الزيتون. ما بننسى بهاي الأثناء إنه إحنا نكون محضرين الفطور اللي حنفطر عليه، وبريق الشاي، ومندهن خبزاتنا، ومننادي عائلتنا، ومنفطر سوا أطيب خبز وأزكى نكهة وأطيب ريحة وأحلى لمة بيوم العطلة. إن شاء الله بيوتكن عامرة وسفركن عامرة، وإن شاء الله يعطيكن الصحة والعافية بإذن الله تعالى. جربن الوصفة، اجتمعوا نفس العيلة على نفس الأكل ونفس السفرة بنهار العطلة. إن شاء الله يديم عليكم الصحة والمحبة.